باتش على السخان كده مفهوش رغي كتير. زيري هتاخد بف، ايوه زي ما انت سمعت كده يا عزيزي، زيري موجوده في القائمه الخضراء وبف ممتاز لموردكايزر. اما الحرمه السعرانه براير هتاخد كام نرف كده في وشها عشان تهدى شويه. لا ولا خوفك ولا ما خوفكيش، بس انا اصلا مجنونه. وده الباتش اللي هينزل فيه الشامبيون الجديد الخطير اللذيذ هواوي. اهلا بيكم، انا كور من فلوجيميا وده باتش 13/24. خليني افكرك الاول بكام حاجه كده، وهي ان الباتش ده هينزل يوم 6/12. كمان الرانك هتعمل له ريست في اول السنه يوم 3 يناير في سلسله سكينز جميله كده وفل بمناسبه الشتاء زي ما انت عارف، وهي الوينتر بلست، وهيكون في منها وينتر بلست سنة، هوي اللي تشامبيون الجديد، اني، هكرم، ثرش، سايلس، لوشن. طبعا لوشن اللي هو فاهم اللي نازل له سكين ده، يعني هو ايه جاله باف فاهم، بس هو يعني ده ملوش علاقه فاهم. بيس. كميل والبريستيج اديشن منها، والسكن بقى اللي انا هجيبها، بس دي سكن بالميثيك اسنس بقالي كتير جدا بحوش، يعني انا بقالي حوالي سنه بحوش فاهم، والحمد لله هينزلوا لي سكنايه عشاني، واللي هي كريستاليس مودوس اش. خلينا بقى نروح للتعديلات مش كده؟ يلا بينا بسم الله نبدا بالقائمه الخضراء والكلام على ازير يا عيني يدوله باف فيلاقوه بقى يتلعب شويه كده يروح واخد نرف على طول فاهم. المره دي هياخد باف حنين كده. الدمج بتاع الدبليو هيزيد حاجه بسيطه في الليت، وفي الايرلي هيفضل زي ما هو. اما برام الباف ده موجه ليه هو ولوشن. هقول لك على الباف بتاع برام ووراه على طول بتاع لوشن كده، عشان الدو ده بيكون دمار في البوت لين. المانا الريجن بتاع برام هتزيد سيكا، كمان اقل نوك اب بتاخدها من الار بتاعته هيزيد للضعف. خلي بالك ان الضعف ده هو مش كبير قوي يعني فعادي. نخش على حبيبه لوشن، هياخد باف بسيط في الاي، الكول داون بتاعها هيقل في الايرلي 3 ثواني. في الحقيقه هو محتاج الباف ده ومحتاج غيره كمان، ولكن الباف ده هيساعده كويس قوي سواء انه يدخل يعمل فايت في ليفل 3 او انه حتى يجري لو اتعمل عليه جانك. وممكن نشوف الكومبو بتاع لوشن وبرام اكتر شويه بعد الباتش ده. اما جاليو الكيو بتاعته هيقللوا الكول داون بتاعها ثانيتين في الليت، بف على الماشي كده. نروح لجراجاس. بص الصراحه انا اللي تشامبيون ده مش بطيء خالص وبيعمل لي تلت بسرعه جدا، فعلا مستفز. الحمد لله اني من ايدي كاري، الحمد لله. هو يعني بتظلم برضه ايا كان. هياخد باف في الباسيف بتاعته، الكول داون بتاعته كانت ثابته على 12 ثانيه، دلوقتي هيبقى من 12 ل 6 ثواني بالنسبه للليفل، وده هيساعده انه يبقى مستفز اكتر. اما كاسانتي يعني بعد اخر كام نرف ليه كده تعب مننا شويه، فهياخد باف. اولا الدبليو بتاعته تكلفه المانا بتاعتها هتقل شويه في الايرلي وفي الليت، كمان كانت بتزود له الحمايه من الدمج بنسبه 30%، الكلام ده هيزيد وهيبقى 50%، وده كويس جدا. اما ليونا كالعاده سواء اخر باف او لا، كده كده اللي هي هتمسكه مش هتخليه يتحرك من مكانه. الدبليو كانت بتزود لك حمايه من الدمج، بتديك ارمر وماجيك ريزيست وكلام من اللطيف ده، الكلام ده هيزيد في الليت. كمان الدمج بتاع الار بتاعتها نفسه هيزيد 50 في الايرلي وفي الليت، وده كويس جدا. نروح لموردكايزر، تاني اصعب تشامبيون في اللعبه بعد ماستر يي. الدمج بتاع الكيو بالنسبه للاي بي اللي معاه هيزيد شويه، وهيضيفوا بقى عليه اضافه انما ايه في اللذيذ منه، لما كان بيدوس ار على اي حد ويختفي او يدخل اي زرعه ويبقى معلهوش اي فيجن، كانت الار بتاعته بيتعمل لها كنسل. الكلام ده بقى مفيش منه، ايوه زي ما سمعت، لما يدوس عليك الالت هيظهرك حتى لو انت بتختفي، لو انت كيو شاكو او الالتيميت بتاعت خازكس هيظهرك والالتيميت هتشتغل عليك ومش هتكنسل الار. يلا جود لك يا صاحبي. اما النرجسيه كيانا المانا بتاعتها هتزيد 25، وده هيساعدها كويس سواء انها تموت المينيونز في اللين او انها ترخم على اللي قدامها وتعمل له بوك. عندنا بقى باف لتالون، وده هياخد باف كده لذيذ. الكيو رينجد اللي هي بتضرب من بعيد دلوقتي بتعمل ريست للاوتو اتاك، يعني لما يدوس عليك كيو انت بعيد عنه هينزل جنبك ويرزعك اوتو اتاك في نفس الوقت عشان يجيب لك صداع. واخر حد عندنا في القائمه الخضراء وهي زيري، ودي هتاخد باف حلو جدا. الاي دي جروث اللي هي الزياده في الدمج اللي بتاخدها مع كل ليفل كده هيزيد ل2 بدل 1.3، وده هيساعدها جامد بالذات في الليت جيم، وهتبدا تحس ان
الدمج بتاعها بيعور سيكا. كمان الدمج بتاع الدبليو بتاعها هيزيد حاجه بسيطه في الايرلي وزيهم في الليت. قبل ما نخش على القائمه الحمراء خلينا نروح لفقره سؤال الحلقه ونجاوب على سؤال المره اللي فاتت ونقول سؤال النهارده. سؤال المره اللي فاتت كان مين اللي قتل المعلم بتاع ياسو؟ والله اكبر الناس كلها طلعت عارفه الاجابه. مش عارف ليه عايزين فيديوهات لور بما انكم شاطرين قوي كده. والاجابه كانت ريفن فعلا زي ما اغلبكم جاوب. سؤال الحلقه المره دي هيكون لينا احنا مش ليكو. في استعداداتنا للسيزون الجديد ان شاء الله عايزك تنزل تكتب لي نوع او نوعين عايزيننا نستمر فيهم في الكونتنت بتاع الفيديوهات مع فيديوهات الباتش. يعني فيديوهات الباتش كده كده هتنزل، مثلا ازاي تعمل مين لتشامبيون معين، واحنا عملناها قبل كده الهاو تو مين، هتلاقينا عملناها لايريليا او لياسو او لاكالي. ولا نكمل فيديوهات الخريطه واللور احسن؟ او ايه رايك بعد فيديو الباتش نعمل فيديو تاني عن الميتا والاس تير تشامبيونز والحاجات دي؟ وانا شخصيا عايز اخد رايكم في حاجه بسيطه كده. ايه رايكم لو طلعنا نعمل ستريم على تويتش؟ عايزكم تعرضوا علينا افكاركم واحنا هنشتغل عليها السيزون الجاي ان شاء الله. نروح بقى للنيرفز والكلام على براير. بص كده وركز سيكا، الزياده في الاتاك سبيد لكل ليفل هتزيد حاجه بسيطه، ولكن الارمور بتاعها هيقل. ده غير ان الدمج بتاع الكيو في الليت هيقل برضه. كمان الاتاك سبيد اللي بتاخده من الدبليو هيقل في الايرلي وفي الليت. ده غير انها بتقلل الدمج اللي بتاخده لما بتكون دايسه اي، ده هيقل. كمان الدمج بتاع الالت هيقل سيكا في الايرلي وفي الليت. الكلام ده كله موجه ليها عشان تهدى شويه، عشان هي فعلا سعرانه، تشامبيون سعران. نروح لايفرن. هو كائن وحيد كده في الجنجل، في بتاع 10 في اللعبه كلها كده تقريبا هم اللي بيلعبوا. المهم الاتش بي بتاعه هيقل شويه، كمان السلو اللي بيعمله بالاي هيقل شويه بسيطه. والله هو الكلام ده مش هيفرق مع ال10 اللي بيلعبوه وهيفضلوا يلعبوه برضه. وكان في كده زي بج صغير صغنطوط كده في فيلكوز، ده صلحوه. وما تنساش ان ده الباتش اللي هينزل فيه التشامبيون الجديد هواوي مش عارف يسموه ايه البتاع ده. المهم اشوفكم في فيديو جديد، سلام.